بعد ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن بعض الاجراءات والحاجات اللي انت ممكن تعملها عشان تتغلب على الام مفصل الفك، جالي تساؤلات كتيره: يا دكتور انا بيظهر معايا طقطقه اثناء فتح الفم، يا ترى ازاي بيحصل معايا كده ليه، وايه المشكله اللي احنا ممكن نتجنبها عشان ما يتكررش الموضوع ده؟ في الاول خليني اقول لك ان الطقطقه هي عباره عن صوت او طرقعه او خشخشه بتظهر من مفصل الفك اثناء فتح الفم. وخليني اوضح لك ان الطقطقه دي بتحصل بسبب ان الغضروف ما بيكونش في مكانه بالشكل السليم اللي بيغطي مفصل الفك. زي ما احنا قلنا قبل كده ان المفصل الفك بيبقى عباره عن بروز عظمي بيبقى مغطيه ماده شبه هلاميه وهي الغضروف، والغضروف ده بيكون شبه القبعه اللي بتغطي الراس ومتثبته على مفصل الفك بالشكل المطلوب. اما لما بيحصل عندنا استطاله في الاربطه دي، يا اما بسبب صرير الاسنان او باسباب كتيره هنذكرها بعد كده، بيحصل ان الاربطه دي ما بتكونش ماسكه الغضروف على عظم مفصل الفك بالشكل المطلوب. وقتها بيحصل عندنا زي درجه من درجات الانزلاق الغضروفي، فبتظهر عندنا الطقطقه. او بيحصل بسبب ان في عضله بتثبت الغضروف ده في مكانه، فالعضله دي لما بيحصل لها سبازم او تكون مشدوده فبتحرك المفصل من مكانه الطبيعي وبيحصل عندنا الطقطقه. طب ايه الاسباب اللي بتزود موضوع الطقطقه ده عندنا؟ اكتر واشهر سبب وهو صرير الاسنان، او الناس اللي بتجز على اسنانها اثناء النوم، او الناس اللي بيقوموا بقضم الاظافر بشكل على طول، او الاشخاص اللي هم بيحطوا شيء صلب بين اسنانه على مدار اليوم، او اللي بيمضغوا العلكه والمكسرات بشكل يومي. كل دي اسباب شهيره وعادات خاطئه بتحصل ممكن تسبب لنا موضوع طقطقه مفصل الفك. في هناك اسباب مرضيه تانية زي التهاب المفاصل المزمن اللي بيحصل على كل مفاصل الجسم من ضمنها مفصل الفك، او في هناك متلازمه اسمها متلازمه الالم الليفي العضلي، او لا قدر الله شخص تعرض لحادث او لتروما، او الاشخاص اللي بيلعبوا رياضات عنيفه. كل دي ممكن تتسبب في اصابه لمفصل الفك ويظهر عنده بعد الاصابه طقطقه مفصل الفك. واخر سبب واحنا سبق قلناه قبل كده وهو اطباق الاسنان على بعضها، او ان العضه ما تكونش مظبوطه بالشكل المطلوب. وقتها قلنا ان الشخص ده محتاج ان هو يعمل تقويم بشكل ضروري، مش لمجرد ان هو يحسن شكل اسنانه فقط، وانما عشان يصحح العضه ويقدر يحافظ على سلامه مفصل الفك. وبكده اكون شرحت لك ازاي بتحصل الطقطقه وايه الاسباب اللي احنا ممكن نتجنبها عشان الموضوع ده ما يتكررش معانا.